ومعنا من حلب مراسل الجزيرة محمد زياد. محمد، صف لنا هذه الجمعة المخصصة لجامعة حلب. نعم، في هذه الجمعة التي يسمعها الناشطون جمعة أبطال جامعة حلب، خرجت محافظة حلب في مدينة حلب بمعظم الأحياء مظاهرات حاشدة. طبعا أطلق النار من قوات الأمن والجيش المتواجدة في حلب على جميع المظاهرات، وهناك عدة إصابات بينهم طفل في السابع من عمره في حي الشعار. في ريف حلب خرج الريف الحلبي أيضا من شرقه من مدينة منبج ومدينة الباب وفزاعة إلى الشمال في مارع وتل رفعت وعزاز ومنغ وعنتان، إلى الغرب في دارة عزة والعنجارة والأتارب بمظاهرات حاشدة. طبعا في ريف حلب الوضع لا يزال سيء كالمعتاد، الانتشار الأمني والانتشار العسكري والمظاهر العسكرية لا تزال متواجدة على الطريق العام مؤدي من حلب إلى غازي عنتاب، بالإضافة إلى مداخل المدن وإطلاق نار متقطع على السكان والمارة بشكل عشوائي لإرهاب السكان. طبعا قبل قليل خرجت مظاهرة في مدينة رفعت، وبعدها تلتها مظاهرة لتشجيع الشاب محمد يوسف السعيد الذي قتل برصاص قوات الجيش المتواجدة على مدخل مدينة رفعت أثناء عودته إلى المدينة من عمله. الناشطون في محافظة حلب وفي ريف حلب بالذات بالإضافة إلى قادة الجيش الحر بدأوا يستاءون من مهمة عنان، وبدأوا يستاءون من زيارة المراقبين الدوليين بسبب الكوارث التي تحل على المناطق التي يزورها المراقبون بعد خروجهم. وعربوا أنهم بالكاد يستطيعون حماية أنفسهم وحماية المواطنين، ليس لهم يعني الحمل أو طاقة بحماية المراقبين القادمين من الخارج، ليس لديهم القدرة على حماية أنفسهم. هذه المظاهرات هل ما زالت متواصلة محمد؟ الدولي من تحتهم. نعم محمد. ليس إرسال مراقبين بحاجة إلى حماية من الشعب والجيش الحر. نعم، المظاهرة هل ما زالت متواصلة إلى الآن؟ نعم، المظاهرات لا تزال إلى الآن متواصلة في محافظة حلب. في المدينة في حي صلاح الدين إلى الآن منذ حوالي نصف ساعة إطلاق النار مستمر من قبل عناصر الشبيحة وعناصر الأمن السوري، ولا تزال المظاهرة مستمرة، والناشطون يقولون أن الحي محاصر من عدة جهات من قبل الأمن. طبعا في عدة أحياء تخرج مظاهرات متقطعة بحيث يقوم تفريقها بالرصاص ومن ثم يعودون التجمع. في ريف حلب إلى الآن لا تزال المظاهرات مستمرة في مدينة عنزان وتل رفعت ومارع وحريتان والباب وفزاعة وعزاز ومنغ. طبعا قبل قليل قامت قوات المخابرات الجوية المتواجدة في مطار منغ العسكري بوضع حواجز على مداخل المدينة واعتقال الشبان الداخليين والخارجين وضربهم ضربا مبرحا. نعم، شكرا لك محمد زياد مراسل الجزيرة من حلب.